بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم حبايبي. النهارده باذن الله الفيديو بتاعنا هيكون عن محشي ورق العنب. طبعا جبت ورق العنب زي ما انتم شايفينه قدامكم اهو، هنقطفه ونغسله غسله نظيفه وبعد كده هنسلقه. ومعاكم بقى خطوه خطوه هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده بنجيبه، بنقطع العطف اللي فوق دون كده بالشكل ده كده، ونمسك الورقه نفردها، نجيب طبق زي كده ونرص عليه بالشكل ده. برضو اعمل لكم واحد تاني بالشكل ده حبايبي كده، وبرضو هنرص الورقه. بس خدوا بالكم ظهر الورقه تبقى من تحت والناعمه من فوق. برضو هنرص بالشكل ده كده فوق بعضه بالطريقه دي اهي كده برضو، ونروح برضو حاطينها قصادها اهو. هندنينا على الحال ده على كده اهو لغايه ما نخلص ورق العنب كله. وبعد ما نرصه اوريكم هنعمل ايه، هنربطه ازاي عشان لما نيجي نغسله ما يفكش عن بعضه، واحنا برضو بنسلقه ما يتفكش من بعضه. بعد ما نرص ورق العنب بالشكل ده كده اهو هوريكم هنعمل ايه. طبعا الورقه الحلوه بناخدها، ولو في ورقه وحشه ولا حاجه ما نستعملهاش بالشكل ده حبايبي. هندنينا بالطريقه دي لغايه ما نرص ورق العنب. شايفين يا حبايبي بعد ما قطفت الورق العنب اهو هنعمل ايه بقى ورصيناه على بعضه. نجيب رصه ورقه العنب كده ونجيب خيط بالشكل ده كده، ونروح رابطينه كده بالمنظر ده كده. وبرده هنروح جاي عاملينه من الناحيه الثانيه كده عشان يبقى ماسك من كله اهو حبايبي بالطريقه دي كده. ليه ربطناه؟ عشان واحنا بنغسله ما يتفرطش مننا، ما يتعملش مننا، وبرده واحنا بنسلقه ما نلاقيش كل ورقه بعدت عن الثانيه، لا هيبقى مرصوص حتى في الحشو، يبقى مرصوص على بعضه بالشكل ده كده حبايبي. هنروح بقى ماسكينه وغاسلينه تحت الحنفيه. حتى بصوا لما تيجوا تفتحوه كده عشان تغسلوه هنغسله غسله نظيفه، ليه ساعات بيبقى عليه تراب عليه عفره حاجه، نغسله قبل السليق. بس بعد ما نقطفه ونرصه زي ما الرصه دي ونربطه بالشكل ده هنروح غسلينه غسله حلوه وهنسلقه، وهوريه لكم ازاي احنا بنسلقه. هيبقى بالشكل ده كله. زي ما انتم شايفين يا حبايبي غسلت ورق العنب اهو، وحطيت الميه على البوتاجاز تغلي. هنحط في الميه بقى وهي بتغلي، هنحط شويه كمون، معلقه ملح، عصير ليمون، نص ليمونه كده هنعصرها في قلب الميه اللي هنسلق فيها ورق العنب. وممكن لو بص الليمونه لو انتوا غسلينها حطوا القشره في الميه. حبه زيت صغننين. ليه بقى حبه الزيت الصغيرين دي؟ بتدي لمعه لورقه العنب. واول ما تغلي هنروح ساقطين ورق العنب يا دوبه يصفر، مش هنخليه يعني يتسلق سليق، لا يا دوب يصفر. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي ورق العنب هسقطه كده اهو في قلب الميه على طول. مش هسيبها تغلي كتير الميه، لا اول ما هتبدا تغلي اروح ساقطه ورق العنب بالشكل ده كده. اول ما اللون بتاعه يبدا اللون الاصفر نروح شايلينه على طول، ما نسيبهاش كتير عشان برضو الورقه ما تتهريش بالشكل ده. طبعا تطلعوه تحطوه في مصفى يتصفى منه الميه، تحطوه في طبق براحتكم يعني، بس المصفى بتصفيه تروح مصفيه منه الميه بتاعته بالشكل ده حبايبي. ما بخلوش في الميه كتير، يا دوب الورقه تدبل كده بالطريقه دي كده. ميزه بقى ان انا رابطه الورق عشان ما يتفكش بالشكل ده، وعلى طول هروح مطلعاه. طبعا بتطلعوها بمقصوصه هتروح مصفيه معاكم بالشكل ده كده بالطريقه دي، وتروحوا حاطينها بقى على مصفى على طبق زي ما انتم شايفين انا عاملاها ازاي.
بس المهم ما تسيبوش ورق العنب في الميه كتير عشان ما يتهريش. بالشكل ده يا حبايبي. ادي الورق العنب اهو بعد ما اتسلق بالمنظر ده كده. نعمل بقى ايه؟ نعمل الخلطه بتاعته، هنشوفها مع بعض دلوقتي. هنعوز ايه؟ هنعوز بصل. طبعا انتوا مثلا هتعملوا ربع كيلو ورق عنب، نص كيلو على حسب. هنعوز بصل. طبعا لو هتعملوا نص كيلو هتحطوا بصلتين، هتجيبوا ربع كيلو هتحطوا بصله واحده، والربع كيلو برضه هتحطوا عليه ايه؟ نص كيلو قوطه. هنجيب بقدونس وشبت وكزبره. هنجيب نص كيلو رز. طبعا على نص كيلو ورق عنب هناخد نص كيلو رز، ونص كيلو قوطه. والبهارات بقى عندنا ملح، بابريكا، شويه شطه، اللي بيحب الشطه يحط، اللي ما بيحبش براحته، شويه فلفل اسود، شويه كمون، شويه بهارات. انا حاطه بهارات اللحمه ليه؟ علشان انا هحط وانا بعمل المحشي ورق العنب هرص لحمه، عشان كده حطيت بهارات اللحمه زي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي. طبعا ايه؟ هنحمر البصله والقوطه هنضربها في الخلاط. بعد ما البصله بتصفر هنجيب الحله هنحط فيها قطعه زبده، لو في زبده، ما فيش زبده سمنه اللي يعجبكم. وهنحط حبه زيت بالشكل ده كده. واول ما تسيح حته الزبده تبدا تسيح هنروح حاطين البصله هنخليها على النار لغايه ما لونها يبدا يعني يخش قبل الصفار بشويه، مش هنغمقها ولا هنحمرها، لا قبل الصفار بشويه. بعد كده بقى هنروح حاطين القوطه بنكون ضربينها في الخلاط نحطها عليها، ونحط التوابل بتاعتها ونسيبها تتسبك. بعد ما بتتسبك هوريها لكم بقى هنعمل ايه تاني. زي ما انتم شايفين يا حبايبي البصله انا ما بغمقهاش، بخليها زي ما انتم شايفينها كده يا دوبها داخله في الصفار. نعمل ايه بقى؟ نروح حاطين حبه الكمون عليها قبل ما نحط القوطه، عشان الكمون مع البصله كده يدوا ايه؟ ريحه حلوه كده. وشويه البهارات بالشكل ده، وشويه الفلفل الاسود بالطريقه دي، ونديها ايه؟ لفه كده مع الايه؟ مع البصله. اول ما تشموا ريحه الثوم طلعت كده تروحوا ضايفين ايه؟ بقيه الحاجه اهي بالشكل ده كده. بعد كده بنجيب القوطه ضربناها في الخلاط ونفضيها بالشكل ده كده بالمنظر ده كده، ونسيبها تتسبك. التسبيكه هي اللي اتسبكت. هنعمل ايه بقى؟ هنروح جايبين الخضره بالشكل ده ونفضيه في التسبيكه بالشكل ده ونقلبه. على طول نروح حاطين شويه نعناع من اللي احنا منشفينه مع بعض كده في قلب ايه؟ مع الخضره، ونقلب. ونروح حاطين الرز طبعا غاسلينه ونفضيه عليه بالشكل ده حبايبي. ونروح مقلبين يبقى بالايه؟ بالشكل ده كده. وهنروح نحشي الحله اللي هنحشي فيها. هنروح جايبينها طبعا اللحمه دي عملناها ايه؟ جبناها شوحناها نص، يعني جبنا بصلايه شوحناها وحطينا فيها اللحمه وزودناها ميه مغليه، خدت ايه؟ يعني حبه ميه صغيره، خدت ايه؟ نص سوا. بعد ما خدت النص سوا هنيجي نفضيها في ايه؟ في الحله من تحت بالشكل ده كده. هتتحط بالشكل ده كده في الحله من تحت. بعد كده هنحشي ورق العنب عليها. تعالوا مع بعض كده نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده هنحشي ايه؟ المحشي ورق العنب. هنجيب ورقه العنب بالشكل ده، ادي ده الوش بتاعها وده الظهر بتاعها. الظهر بتاعها اللي هنخليه من جوه اللي هنحط فيه ايه؟ الرز. الظهر اللي بتاع الورق العنب هو اللي هيبقى من جوه. نحط شويه الرز ونروح قافلين كده بالشكل ده كده، ونلف ايه؟ صابع المحشي نلم كده حواليه ونلفه بالشكل ده كده، يبقى بالطريقه ده كده. وهنرص في الحله. نعمل واحده تانية قدامكم زي ما انتم شايفين كده. نجيب ورقه العنب بالشكل ده، الظهر اللي هنحط عليه الرز بالشكل ده كده، ونروح لافين جايبين ايه اللي حواليه كده كده.
بالطريقه دي كده، ونبرم الصابع بالشكل ده كده اهو، يبقى بالمنظر ده كده. هندنينا على الحل ده كده لغايه ما نملى الحله بورق العنب بالمحشي اهو. افرضوا انها طلعت ورقه كبيره، تعملوا ايه؟ قطعوها نصين. ورقه صغيره زي ما انتم شايفين، نروح حاطين حبه الرز على الظهر من فوق، ونخلي ورق العنب الناعمه هي اللي بره بالطريقه دي كده، وهنرص حوالين برضه حوالين الحاجه. عندنا نعمل بالطريقه دي لغايه ما نخلص ورق العنب كله. ورقه كمان قدامكم علشان ايه اهي، الورقه الناعمه هي اللي هتبقى على صوابعنا، والورقه الخشنه اللي هي الايه اللي من فوق. الورقه الخشنه اللي هنحط عليها شويه الرز بالشكل ده، وهنجيب الحرف من هنا والحرف من هنا، ونجيب الجناب بالشكل ده كده، نلمها حواليها كده، ونروح برمين الصابع بالطريقه دي كده اهو بالشكل ده. دنينا لغايه ايه ما نملى الحله وهوريها لكم. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، بعد ما حشينا المحشي اهو، محشي ورق العنب، نعمل ايه؟ نجيب طرنشات الليمون نحطها كده على الوش بالشكل ده بالطريقه دي كده، ونسقي المحشي بالشوربه بالشكل ده. طبعا زي ما انتوا ما وريتكم في الاول، احنا رصين اللحمه من تحت. طبعا اللحمه اديناها نص سوا، وهنسوي بقيه تسويتها مع المحشي. عملناها ببصلايه وعملناها واديناها الميه بتاعتها ولغايه ما استوت نص سوا، وبعد كده هو رصيناها في الحله من تحت، وجينا حشينا عليها ورق العنب زي ما احنا شفنا كده في اول الفيديو، وبعد كده بنسقيها بايه؟ من الشوربه. طبعا ايه الشوربه هتبقى ايه؟ زي ما انتم شايفين كده، شايفين المحشي الورق العنب بالطريقه دي، الشوربه ما تغطوش من فوق، لا يا دوب هتبينه كده زي ما انتم شايفين اهي باينه كده اهو بالطريقه دي كده. نعمل ايه بقى؟ هنغطي الحله ونحطها على عين البوتاجاز، تاخد غلوتين 10 دقايق كده على النار تغلي. بعد كده نهدي النار عليها لغايه ما يستوي ونشوفه في الاخر. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، ادي المحشي بعد ما استوى اهو، وهنقلبه قدامكم ونشوفه مع بعض. طبعا ايه، هنجيب صينيه بالشكل ده كده، وهنروح ايه قلبينها بالمنظر ده كده بالطريقه دي كده. طبعا اللحمه في الحله من تحت اهي، زي ما انتوا شفتوا كده في البدايه عملنا ايه، جبنا ورق العنب وقطفناه ورصيناه وربطناه زي ما وريته لكم كده، وغسلناه وحطيناه في الميه المغليه. طبعا شفتوا الميه المغليه حطينا عليها حبه كمون وعصير ليمون والملح وحبه زيت صغننين لمعه كده في ورق العنب، وسلقنا الورق العنب وحشينا، عملنا الخلطه قدامكم وحشيناها. اللحمه عملنا فيها ايه بقى؟ اللحمه جبنا بصلايه وشوحناها مع اللحمه، وبعد كده زودنا عليها ميه مغليه، ميه مش كتير يعني، لغايه ما ايه اللحمه استوت نص سوا، لان مع المحشي مش هتكمل سواها. كملنا نص السوا بتاع اللحمه مع المحشي. اما لو حطيناها نيه كانت هتبقى ايه؟ مش مستويه. سويناها الاول نص سوا، وبعد كده رصيناها في الحله وحشينا المحشي عليها زي ما انتم شايفين كده في الفيديو يا حبايبي. بعد كده فضيناه بالشكل زي ما انتم شايفين. وطبعا بقى نحط بقى ليمونه عليها، وطبعا ما تنسوش طرنشات الليمون بعد ما تحشوا ايه المحشي ورق العنب، قبل ما يستوي ترصوا طرنشات ليمون ايه على الوش من فوق. وزي ما انتم شايفينها كده يا حبايبي. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في مطبخ ماما بطة، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.